اما نقول الامام الغائب معناه ليس بأنه هو غائب، نحن غائب عنه، هو موجود في مجالسنا، في مساجدنا، حتى في بيوتنا، حتى في شوارعنا، حتى في أسواقنا، موجود في جميع العالم. نحن غائبين، يعني هذا الوجود ما يتحمل ولا يتمكن أن يرى. لماذا كانوا يرون إمامنا الصادق أمير المؤمنين، إمامنا السجاد، إمامنا الحسين سلام الله عليه، أما نحن لا نتمكن نرى الإمام الحجة؟ لماذا؟ لأنهم سلام الله عليهم من رسول الله إلى إمامنا الحسن العسكري أرواحنا فداه ظهروا للناس بقدر تحمل عيونهم ومشاعرهم، لبسوا لباس البشرية حتى صاروا مثلنا وتحملوا. أما إمامنا الحجة أرواحنا فداه وسلام الله عليه هو الآن في لباس نورانية، لا في لباس الظاهر البشرية. بشر، الإمام بشر، أما لباسه لباس نوراني، ولذلك نحن لا نتحمل أن نرى، وهو في مجالسنا، في مساجدنا،